طيب يا جماعه انا شايف انتوا بتغيروا عليا، كل شويه حد مختلف، الاسئله عماله تزيد. اتمنى انه اللي فات يعني جاوب شويه على بعض الاسئله، واتمنى الاسئله الجايه تخف سنه. يعني انا ممكن ابتدي. الاسئله بتطلع في النص دي بتخد. انا هبتدي بس انا مبسوط، ربنا يستر. انا هبتدي خايف منك يعني. متحمس قوي للسؤال. كتير بنسمع في العهد القديم ان الله كان بيكلم ناس، بس ما بقيناش نسمع قوي ده دلوقتي، فليه؟ ما بقاش نسمع ربنا بيتكلم يعني زي ما كان بيتكلم زمان في العهد بوضوح، القديم. والناس كانت بتسمع صوت الله بصوت عالي كده ووضوح، صوت عالي زي فكره موسى يعني لما كان بيتكلم مع الله في العليقه بالظبط. ممكن يبقى ده كونسيرن. يعني احنا شايفين انه في العهد القديم ربنا كان بيتكلم بشكل اوضح، طب ليه في العهد الجديد ما بيتكلمش بنفس الوضوح ده؟ هيبقى سهل عليا انه اسمع لو بيتكلم بصوت ولا بيظهر بصوره، ولا احنا في العهد الجديد حاسين ان احنا دلوقتي ما بنسمعش وما بنشوفش اللي كان بيحصل في العهد القديم. طيب اقرا ايه اوكي وبعدين نفكر فيها مع بعض. يوحنا 16 سهل قوي حتى ممكن تحفظوها. يوحنا 16 بعد قليل المسيح بيقول، بص حتى في العربي يعني تحس ان الدنيا متلخبطه، حتى في الانجليش هو الكلام حتى تلاميذه ما فهموش اصلا هو بيقول ايه، حتى قعدوا يسالوا هو بيقول ايه. بعد قليل لا تبصرونني، ثم بعد قليل ايضا ترونني لاني ذاهب الى الاب. في تناقض في القصه دي، بعد قليل مش هتبصرونني وبعد شويه هتشوفوني. هو احنا هنشوفك ولا مش هنشوفك؟ وبعدين حتى بعديها شويه لاني ذاهب الى الاب، يعني المفروض لو احنا بعد شويه هنشوفك ما تقوليش انا ذاهب لكن انا جاي، صح كده؟ يعني لو انا عايز تشوفني هتقولي ان انا جاي، لو انت ماشي يبقى ماشي ازاي وهشوفك؟ ما انت ماشي. في حاجه غلط في القصه دي. ناخد الايه بشكل مفصل قبل ما نقرا اللي قبليها عشان ده اللي هيوضح سنه، اوكي؟ ونقارن ما بين العهد القديم والعهد الجديد ونشوف هو احنا في عهد افضل ولا في عهد اصعب من ان احنا نسمع صوت ربنا. بعد قليل لا تبصرونني، هنا العين المجرده. فبعد شويه يا جماعه انتوا مش هتشوفوني بالعين المجرده كجسد عايش بينكم، لانه المسيح هيمشي وهيصعد. لكن بعد قليل ايضا ترونني، هتشوفوني بعد شويه. ليه؟ عشان انا همشي للاب. لما تقرا الايات اللي قبليه على طول شوف كده، عدد 7 ومن عدد 12 ل 16، لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي اللي هو مين؟ الروح القدس. ولكن إن ذهبت أرسله إليكم إن لي أمور كثيرة أيضا لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا الآن. وأما متى جاء ذاك اللي هو روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق. أنت عايز تعرف الحق مش عايز تسمع صوت ربنا؟ هو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم كل ما هو للآب هو لي، لهذا قلت إنه يأخذ مما لي ويخبركم. بعد قليل لا تبصرونني ثم بعد قليل أيضا ترونني لأني ذاهب إلى الآب. فإحنا في عهد أفضل ولا مش عهد أفضل؟ فصص الحتة دي. في العهد القديم صحيح ربنا كان بيتكلم لموسى في العليقة، وأنا كان نفسي أكون موجود في القصة دي أشوف يعني بتحصل إزاي. وربنا بيتكلم إبراهيم وربنا يكلم داود وربنا يكلم ناس بأنواع وطرق كثيرة زي ما في العهد الجديد بيقول لنا. في العهد الجديد اللي انا فاهمه عن اختبار الشخصي واللي انا فاهمه من هنا ده بيتكلم اكتر بكتير يا جماعه من العهد القديم. ده بيتكلم بصوره اوضح. هنتكلم ليه هو احنا عندنا المشكله فين هنحكي فيها، بس لازم نصدق انه الروح القدس افضل بكتير في العهد الجديد من انجاز التعبير، يعني اذا كان ينفع نقول كده افضل من العهد القديم، لانه الروح القدس موجود فين؟ ده موجود جوايا. يعني كاني انا معايا البرج بتاع التاورز اللي هي بتاعت السيلفون موجود جوايا، فانا طول الوقت عندي شبكه 24 ساعه في اي حته، ممكن اروح في اي حته في نص البحر لان معايا شبكه. انا معايا الروح القدس داخل جوايا. مش بس كده، ده مش مجرد يعني موجود كده زينه، ده هو عايز يرشدني الى جميع الحق، عايز ياخذ مما للاب ويخبرني به. ده هو عايز يقول لي، عايز يحكي معايا، عايز يرشدني اسير شمالا او تسمعون كلمه من خلفكم تمشي شمال ولا تمشي يمين، في كل امور الحياه الى جميع الحق. مش الامور الروحيه بس، مش في الخدمه بس اخدم ايه وما اخدمش ايه، ولا كل حاجه. انا بستشيره في كل حته، في كل موضوع. في الجواز اخد الشغلانه دي ولا ما اخدش الشغلانه دي، اسافر دلوقتي. امبارح كنا بنحكي مع بعض صح، حد بيفكر يهاجر ولا ما نهاجرش، انا بحكي معاه، انا بشاركه طول الوقت. فلو انا شايف ان العهد القديم كان ربنا بيحكي، لا يا جماعه العهد الجديد الروح القدس موجود وما عندوش اي مانع خالص انه يرشد الى جميع الحق يعني ياخذ مما للاب ويخبر به الشخص اللي مليان بالروح القدس.
ده بالعكس موجود في كل وقت. بص الايات الجميله دي في كرونسوس مثلا، كرونسوس الاولى اصحاح 2 عدد 14 ل 16، وعايز اقراها بالانجلش اذا سمحتوا لي، لانه الانجلش اقوى بكتير من العربي، من الفيرجن بتاعت المسج. موجوده في فيرجنز ثانيه بس المسج قويه جدا. بص بيتكلم بيقول ازاي: God's spirit and our spirits in open communion. روح ربنا وروح الانسان في تواصل مفتوح. Spiritually alive. We have access to everything God's spirit is doing. عندنا access، عندنا سكه طول الوقت مع ربنا. السؤال بتاع اشعياء: Is there anyone around who knows God's spirit? Anyone who knows what he's doing has been answered. السؤال ده اللي اشعياء بيقوله: يا جماعه هو حد عارف ربنا مين؟ ربنا بيعمل ايه؟ اي حاجه عن ربنا؟ السؤال ده اتجاوب عليه، لانه المسيح عارف باقي الايه، واحنا فينا روح المسيح. God knows او Christ knows and we have Christ's spirit. عايز ايه اكتر من كده؟ ده في كرونسوس بولس بيتكلم مؤمنين، بيقول لهم يا جماعه احنا عندنا اكسس 24 ساعه كل يوم 365 يوم في السنه للروح بتاع الرب اللي موجود داخلي. ده يبدل ايه؟ اقدر اقول ان الروح القدس اللي جوايا زي زمان ما كانوا بيسمعوا صوت الله، فكأن ده صوت الله يعني جوايا، فانا كأني بسمع صوت الله كتير. ربنا ينفع يتكلم بطرق وانواع مختلفه. اوكي، ممكن يتكلم، يعني نقرا مثلا عنه في وانجيلا في حته تانية في ملوك مثلا بيتكلم على شكل معين مختلف. بس اللي انا بحاول اقوله ممكن يتكلم من خلال الكتاب المقدس، ممكن يتكلم من خلال وانا بصلي، من خلال حد صاحبي في الكنيسه عنده موهبه معينه من مواهب الروح القدس، زي مواهب علم او مواهب ليها علاقه بالقصه دي، ينفع حد يقول لي عن حاجه، او مواهب النبوه. فربنا ممكن يكلمني بطرق وانواع مختلفه، بس بالاولى انا جوايا الروح القدس. انا مش مستني حاجه خارجيه وحد يقول لي حاجه، ما هو بيقول لي داخليا. الروح القدس بيستخدم الكتاب المقدس، بيستخدم صلاتي، بيستخدم قربي من ربنا، بيستخدم اخواتي حواليا، ياخذ مما للاب ويخبرني به. فهو ممكن ياخد الحاجات اللي حواليا دي وياكدها جوايا، بس الكوميونيكيشن اللي هو بيتكلم عليه، الكونكشن ده، الكوميونيون ده 24 ساعه مفتوح. فانا في اي وقت بسبب اللي المسيح عمله واعطاني هذا الروح القدس، الله عايش فيا. المشكله مش انا يعني بسمع صوته ولا لا، ولا في العهد القديم ولا، انا مش بدي فرصه للروح القدس انه، هو ده السؤال الحقيقي، انا قد ايه بدي فرصه للروح القدس انه يتكلم ويحكي معايا، انه ياخذ من الاب ويخبرني به. لانه في حته تانية في الكتاب بيقول يا جماعه ما تطفئوش الروح، لان انا ممكن اكون موجود وعايش بالروح، وزي ما كنا بنتكلم قبل كده في حته تانية في سؤال تاني، ان كنتم عايشين بالروح فلتسلكوا يا جماعه بالروح. في غلاطيا بيقول، في غلاطيا 5، لان ممكن يكون انا عايش بالروح، مؤمن وخدت الروح القدس بس مطفيه، مش عايش بيه، انا عايش بالجسد، انا مش مدي فرصه للروح القدس انه يبقى بيمتلكني، وبالتالي انسى مفيش صوت ربنا. صوت ربنا فين؟ احيانا كتير بحس ان احنا بنبقى مثلا في حياتنا الروحيه بنصلي مثلا عشان حاجه معينه قوي، وبندي فرصه لربنا ان هو يتكلم، ونصوم ونعمل كذا حاجه تدي فرصه لربنا ان هو يتكلم، وبيبقى صوت ربنا مش واضح كفايه. مش عارفه انت عايز ايه يا رب، يعني الموضوع مش بيبقى واضح قوي كده. انا عارفه ان احنا لينا اكسس طول الوقت زي ما انت بتقول، وزي ما قالوا لنا في مدارس احد ربنا بيسكت الملائكه علشان يسمعكم والحاجات دي. بس يعني مصدقه جدا في الكلام ده، وفي ناس كتير اللي هو بتقول انه انا سمعت صوت ربنا وربنا قال لي، بس لما حد بيجي يقول كده قدامي بحس ان انا مش قادره ريليت معاه، لاني عمري ما سمعت صوت ربنا بشكل واضح. وبحس ان انا بدي ربنا فرصه، ان انا باخد وقت في كوايت تايم، بصوم كتير، بس عمري ما سمعت صوت واضح. مش عارف اشخص يعني احطها ازاي في جمل، بس ده بيجي بالتدريب based on my personal experience، وناس تانية انا عارفها بثق فيها جدا. لا يا جماعه ربنا بيتكلم. احنا احس ان بعض المؤمنين عندهم شك في الحته دي، هو ربنا فعلا يا جماعه ربنا بيتكلم، ربنا بيتكلم حقيقه، ربنا بيتكلم في العهد الجديد، في الجيل اللي احنا فيه بيتكلم المؤمنين ويبكت خطاه بالروح القدس. ده اللي بيتكلم عنه جزء من الروح القدس، انه يبكت على الخطيه. الروح القدس بيقول لي وانا ماشي في سكه معينه انا مش عارف اخد فيها قرار، في قرار معين عايز اخده، انا لما بساله بستشيره ممكن الاجابه ما تجيش في ساعتها، بس هو بيجاوبني في صوت داخلي، مش صوت زي بتاع موسى على الجبل. وإن كان ده ممكن يحصل، أي حاجة ممكن ربنا يعملها عشان يوصل بيها للإنسان بأي كان الطريقة والشكل هيعملها لو عايز يعملها، ويقدر يعملها حتى في اللي احنا فيه دلوقتي في الجيل ده، كويس، في سنة 2025 و26 واللي جاي. ربنا يقدر يعمل اللي كان بيعمله في العهد القديم، بس اللي بنقوله إنه بالأولى إنه في العهد الجديد
انا مش مستني الحاجه تطلع، انا جوايا روح القدس، انا لازم اصدق ان ربنا بيتكلم قربي منه. يعني انا مثلا نفترض ماري انت بتكلميني في التليفون كويس، فانا اول مره الو انا مش عارف انت بتقولي ايه، مين دي؟ تاني مره هبقى مميز احسن شويه. بعد 10 مره انت مش محتاجه تقولي لي انا ماري، انت اول ما بتقولي الو انا عرفت انت مين. ليه؟ لان انا اتعودت. خرافي اللي هو قاله ما كانش يعني بيحكي في قصه خياليه يا جماعه، خرافي تسمع صوتي، انجيل يوحنا، خرافي تسمع صوتي، يبقى الله بيتكلم. ما بحس دي حاجه يعني بالنسبه لي اسخف شويه، انه انا مش خرافك، طب انا يعني انا مش قريبه كفايه منك ان انا اسمع صوتك، او انت يعني معرفش. وده اللي بنقوله، ان انت محتاجه تبقي قريبه منه. انا محتاجه ازود العشره بيني وبينه عشان اتعود على صوته، فلما يحكي معايا بيبقى سهله. وعلى فكره القصه دي بتاخد وقت بتدريب، يعني انا بدرب، حتى يقول في الكتاب التمييز بين بقت الحواس ليهم مدربه. ليه مدربه؟ لانه بقى عندي تدريب، انا عملتها مره واثنين وثلاثه واربعه، بقيت بعرف ادرب التمييز بين الخير والشر، بقيت اعرف اسمع هو عايز يقول ايه، ولما ما بعرفش بستناه ما بستعجلوش، بس هو بيتكلم. قربي منه بيخليني اعرف اميز واعرف اسمع. لو انا مش بقعد وقت كافي معاه مش هسمع. لو انا مش مهتم بالقصه دي انه اديفلوب العلاقه اللي بيني وبينه، طب ما فيش علاقه. يا جماعه الله بيتكلم، والله بياخد مما للاب ويخبرنا بيه، عايز يقول لنا وعايز يرشد وعايز يتكلم في كل المواضيع اللي انت من وجهه نظرك ممكن حاجات تبقى منها تافهه وهايفه، وربنا مهتم. هساله في القصه دي يعني اساله هيقول لك، ولو مالكش في ساعتها استناه. وساعات ما بيقولش، فانا باخد الخطوه وبعد شويه بيقول لي حاجات فبيأكد على الخطوه دي، او يقول لي لا 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 كان في يوتيرن هنا، كان المفروض تلف. هي دي العشره اللي بيني وبينه، انا رايح جاي معاه. ماشي. يعني برضو في الحته دي كلها عايز الخص يعني ايه البراكتيكال ستيبس او الخطوات العمليه اللي ابقى بعملها كل يوم عشان اتعلم اسمع اكتر صوت ربنا. My personal experience الكتاب المقدس. احنا عايزين ربنا يتكلم، فانا بقول لحد لما حد يسالني السؤال ده، الناس اللي بتشوفني بسمع ايات عشان انا حفظت الكتاب. ليه؟ عشان هو ده اللي قاله. وانا عايز اعرف اللي قاله صح. طب ما تقرا الكتاب، ما هو ده اللي قاله، ده ساب لنا البوك. يعني باللغه القديمه قبل موضوع الكتاب، الكودكس ده كان اسمه كودكس. العهد القديم والعهد الجديد، ال 66 سفر دول، ده اللي ربنا قاله. فانا لو عايز اعرف هو بيقول ايه بشكل عام، اقرا الكتاب. لا انا عايز الشكل الخاص، اتجوز مين، اشتغل ايه، اسافر ولا ما اسافرش، اوكي هيقول لي، بس محتاج اتليست اعرف العام. يعني حتى اخلاقيا من الاخلاق انه ما بقاش منفعه، يعني مش مصلحه. اديني كتالوج عشان انا عارف انه الكتالوج بتاعك هو احسن كتالوج في الدنيا، اظبط حاجه لحياتي. حبيبي هو عايز يعمل علاقه في الاول، عايز يبقى فيه شركه. اعرف العام واساله عن الخاص ماشي، بس انا محتاج اديفلوب ريليشن شيب واعرفه، اعرف عنه فين. الكتاب المقدس دايما عندنا حتى في التيم بقول لهم يا جماعه الكتاب المقدس ما طلعش منه سفر اللاويين، عاموس موجود في الكتاب المقدس، صفانيا موجوده في الكتاب. لازم نقرا الكتاب المقدس، لانه حتى في الاسفار دي اللي احنا بنعديها، او حتى مثلا بمنتهى الامانه كده نسب المسيح مثلا، تيجي انت في متى 1 تقرا، انا اخش على متى 2، ما لازم اقراه في متى 1 لانه سفر العدد. سفر العدد. انا لما بشوف ايه اللي حصل في سفر العدد، سفر العدد اصحاح 14 مثلا، فبشوف قصه السكوت واربطها بالعبرانيين، الكتاب مرتبط ببعض، لازم اذاكره، لازم تقعد وقت، ومش هتيجي في 5 دقايق. ال5 دقايق بتاعه اليوم اللي باخد فيها نشكر ربنا على الاب اللي موجود على الفونز والبايبل، فيري يوسفول، انا بستخدمه كتير، بس ده ما يكفيش. لازم تحط كتب، ذاكر، اكتب. الحاجه البصريه كمان بتتشرب اكتر من انك مجرد نقراها، فاكتبها. وزي ما كنت بقول قبل كده في مره تانية مع الشباب، انه قولها، ان اقولها واطلعها بصوت وانا براها، مش بس بيخوف ابليس، ايماني 100% انه بيخوف ابليس، بيخاف من المكتوب، لكن بحفظها، بتدخل اكتر، فاعرف امديتيت، اعرف اقعد اشرب منها واقعد اراجعها واقولها وانا سايق، بحس انه الكلام كتر ما بقوله ده انا فهمته بشكل مختلف. صدقوني ده بيحصل. يعني انا عارف الجزء ده، بعدين اقراه مره تانية، ايه ده، اول مره اشوف القصه دي، وبالذات لما اقراها من ترجمه تانية،
فانا لو عايز اعرف ربنا بيقول ايه، اقرا الكتاب، اقضي وقت. وطبعا ده داخل فيه الصلاه، وداخل فيه الكنيسه، واروح كامبس، واروح مؤتمرات، وابقى مرتبط بمجموعه مؤمنين بتشجعني على قرايه الكتاب، بذاكر معاهم الكتاب. عندنا جروب على واتساب بنبعت فيه ايات ونحتى نشارك بيها. ده كله بيساعد، بس اكتر وقت بيساعد انه ادرب نفسي على سماع صوت ربنا هو الكتاب المقدس، لانه بيقربني، بيقول لي، والروح القدس بياخد ده ويشتغل عليه لانه هو بياخد نفس الكلام. هو ربنا ما غيرش كلامه، يعني الكلام اللي قاله في العهد القديم او حتى في العهد الجديد اللي انا عايز اعرفه النهارده في حته معينه، ما هياخده يمكن من حد تاني حصل معاه نفس الموقف او موقف حتى مختلف، بس بيبين العشره والعلاقه معاه، ببقى عارف هو انا شفت ده قبل كده، انا الفلان ده حصل معاه القصه دي قبل كده، فببني العلاقه والعشره معاه من كتر قراءتي للكتاب. في طرق تانية ربنا ينفع يتكلم بيها غير الكتاب المقدس. يعني مثلا في ملوك الاولى اصحاح 19 عدد 11 و12، اسمعوا مثلا الايات دي. يقول كده، يقول فقال اخرج وقف على الجبل امام الرب، واذا بالرب عابر وريح عظيمه وشديده قد شقت الجبال وكسرت الصخور امام الرب، ولم يكن الرب في الريح، ما كانش في الريح، بعد الريح كان في زلزله، فده حاجات قويه وصوت عالي وملحوظه. اوكي، ولم يكن الرب في الزلزله، وبعد الزلزله نار، لم يكن الرب في النار، وبعد النار صوت منخفض خفيف. فربنا كان في الحته دي صوته صوت خفيف منخفض، مش في الحاجات الكبيره. فممكن ربنا يتكلم بنار، يتكلم بيظهر في السماء، يعمل اللي هو عايزه، لانه ربنا. اعرف ناس حقيقه زي الرب ظهر ليها بالليل في الاوضه وهي بتصلي، حصل معايا؟ لا، اصدق انه حصل 100%، لانه غير محدود، ينفع يعمل هو عايزه. لكن بقول مش ده الشكل الوحيد اللي كان لازم يحصل زي العهد القديم عشان ربنا يقول لي حاجه، هيقولها لي بالروح القدس، وده اقرب لي اعرف اسمع. بس بقول بالاولى يا جماعه اقرا الكتاب. الروح القدس will take this، هياخد ده وهيبتدي يبني عليه، والعشره والوقت اللي بقضيه معاه كتير بتساعد ان الروح القدس يعرف يقرب لي اللي هو عايز يقوله لي. عندي سؤال، هل ربنا فعلا بيبعت لنا علامات؟ يعني في ناس كتير قوي بتقول مثلا ايه، أنا ربنا كلمني وادالي علامات ان انا اروح امريكا مثلا، بعيدا عن ما حدش مثلا عمره قال ان ربنا كلمه يروح الصومال، بس هي دايما الناس بتروح امريكا كندا حاجه كده يعني. فمعرفش موضوع العلامات ده فعلا حقيقه، ولا احنا بنوهم نفسنا وخلاص، ولا ده بيبقى احنا بنليسها كده عشان ايه ناخد القرار اللي يعجبنا. اعتقد لو ربنا كلمني اروح الصومال مش هقول لحد. ما كلمنيش ولا حاجه. هزود على الحته دي ان ازاي اقدر افرق ما بين الروح القدس فعلا وضميري، لان حاسسها صوت ضميري. انا عايز ايه وانا نفسي في ايه ومشتاق لايه. على فكره الصومال جميله جدا والسودان وعندنا شغل كتير احنا في الخدمه في حتت معينه تحت في افريقيا. عندهم طبعا المعيشه اصعب بكتير، بس الشعب والناس زي العسل. هو ده التمييز اللي انا بتكلم عليه. انا محتاج ادرب الحواس، صارت مدربه، لانه من العشره بيني وبينه ببقى بعرف ساعتها اميز هو هروح السودان ولا الصومال، ولا هروح اي حته تانية، او هقعد او هتجوز مين او اي حد. طبعا الافضليه في الحاجه انت محتاجه انك يعني تبقي صادقه مع نفسك في القرار، مش بس في السفر، في الجواز، في الشغل الفلاني، في اي قرار في الحياه. اي قرار في الحياه انا محتاج دايما اكون مع ربنا زي ما بيقول ان كوميونيون، عشان اعرف هو بيشوف ازاي. في ناس بتحكي بتقول انه مش لازم الحاجات بتاعتي، يعني خليه في الحاجات الاهم شويه الكبير، مش حاجه اسمها كده. انا معاه طول الوقت، انا بيسهل عليا انه حد يقول لي اعمل ايه، بالذات اللي بيقوله لي جاي من حد عارف احسن حاجه. فلما اسمع منه احسن حاجه، لما اختارها ده يبقى احسن حاجه، فليه اتعب روحي اضبش؟ طب ما اسمع منه. ده انا بشفق على الناس اللي ما عندهاش الروح القدس، لانه ده ما عندوش وسيله انه يعرف. احنا عندنا وسيله نعرف. الضمير والروح القدس، الضمير موجود في روميا، ما كانش فيه الروح القدس. احنا عندنا الروح القدس. الروح القدس يمكن يستخدم الضمير، بس خلي بالك من الحته دي. الانسان عباره عن روح ونفس وجسد، والجسد ده اللي هو الجسد السوما، اوكي، في روح ونفس. هنا في الكورنثوس الاولى اللي قريناه اصحاح 2 وعدد 14 ل 16 بيتكلم ان الروح ارتبطت بالروح، ولنا نحن فكر المسيح. ليه؟ لانه بقى عندنا روح المسيح ساكن جوايا، فالروح القدس مرتبط بيا. النفس فيها اراده،
وفيها الفكر وفيها المشاعر، منها الضمير اللي جوه البرين. انا مش كائن منفصل، حته روح وحته نفس، انا واحد فيا الحاجات دي كلها. لما بحتار وهي مشاعر مختلفه مثلا عن الاحساس الشخصي، لا انا مش عايز اروح الصومال، انا مشاعري مش عايزه تروح الصومال، بس انا روح القدس بيقول لي روح الصومال. الروح القدس يغلب. انا باخضع ارادتي ومشاعري، ضميري، تفكيري، اللي انا حابه اللي انا مش حابه، المشاعر دي كلها والتفكير تحت خضوع روح القدس، لانه ده الافضل. فلو قال لي حاجه على عكس هوايا هسمع له، وده صعوبه الموضوع. بس انا قررت مع ربنا من الاول خالص انا مصدق فيك، وحتى لو مش حاجه على هوايا انا هعملها لاني مصدق انه ده الافضل. واضح الحته دي؟ شكرا قوي يا شادي بصراحه. عفوا. يلا ناكل، انا جعان. نكمل، ناخد بريك يلا بينا. ناكل ونكمل بالليل في الجنينه، نطلع بره. يلا بينا. يلا بينا.